عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. النهاردة هنعمل طواجن المكرونة اللي بناكلها عند بتوع الكشري اللي بتبقى في المحلات. بصوا انا معايا المكرونة اهيت. هعملها بايه؟ هعملها بالسجق اهوت، وهعملها باللحمة المفرومة، وهعملها بالكبدة. ماشي، هنعمل 3 انواع. معايا الطواجن هنا، طواجن يا استاذ سامح. معايا هي الطواجن اللي هعمل فيها السجق. انا بس اديته سلقه عشان انزل منه الدهون. ماشي، بس لكن لسه هعمله معاكم بالخضار بتاعه اهوت. اللحمه المفرومه بقى انا عصقتها عشان عارفه انتوا كلكم ما شاء الله شطار وبتعرفوا تعصجوها، وعملناها مع بعض قبل كده وحاطه لها فلفل الوان. تعالوا بقى نتبل الكبده، عشان الكبده هسيبها بتاع ربع ساعه كده تتبل الاول. والكبده كمان انا هسويها لوحدها، مش هحطها في الطاجن من تحت عكس السجق واللحمه المفرومه. انا هنا عصره ليمونه، هحط لها معلقتين توم كده، معلقه توم كده، مع معلقتين خل. بسم الله. هو المفروض معلقه واحده بس خل وليمونتين، لكن انا ملقتش عندي غير ليمونه واحده فحطيت معلقتين خل مع شويه فلفل وكمون والملح، لان هي دي كده التتبيله بتاعتها، مش هضيف لها حاجه تاني خالص غير شويه ملح ممكن وهي بتستوي اهي. بسم الله. نحط بقى فيها الكبده. بسم الله. اهي كده بالراحه خالص. هسيبها في التلاجة ربع ساعه كده، وبعد كده هسويها بحالها كده بالثوم بكل حاجه حطيتها. هسيبها بقى في التلاجة ربع ساعه كده، وبعد كده نسويها مع بعض. بصوا حبايبي، تعالوا بقى نعمل السجق معانا. بسم الله. هنزل بالثوم عشان ريحتها بس. هنزل بالبصل. هو كله ياخد تشويحه بسيطه. السجق طبعا مش هياخد اي حاجه لان انا سلقاه، يعني يعتبر مستوي نص سوا. انا مش عايزه احمر حاجه، مش عايزه احمر ولا بصل ولا احمر حاجه، هي تشويحه بسيطه خالص. وهنزل بالسجق. الصلصه بقى بتاعت المكرونه، لان انا حضرتها بصراحه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. شوحت توم بس، ونزلت عليه بعصير الطماطم. تعالى بس كده اهو، نزلت عليه بعصير الطماطم واديتها مرق دجاج وفلفل اسمر وكمون وملح، وانا عايزاها خفيفه كده. بصوا خفيفه ازاي، انا عايزاها كده ما تبقاش تقيله عشان تسوي المكرونه، لان المكرونه انا مش بسلقها. ريحه كده بسيطه للخضار. نجيب السجق التقطيعه اللي انتوا عايزينها، بس احنا مقطعينه كده عشان يبقى حلو كده وجاي.
يبقى امور. انت بتضحك عليا ليه؟ بتضحك عليا كده، هتضحك. انزل فلفل اسمر، والكمون، تعالوا بقى يا حبايبي نطبق اهوت الطواجن. بسم الله. دوت ابو لحمه مفرومه، هنزل باللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده. نحط بقى المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. كفايه كده لان هي بتزيد كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بقى عليها بالصلصه. بسم الله. حركوا الطاجن عشان اهم حاجه تبقى الصلصه نزلت كمان من تحت عشان تسوي المكرونه اهي، تبقى مغطيه المكرونه. عشان كده بقول لكم ايه، تبقى خفيفه. بس كده. كده اول واحد. ننزل بالسجق. بسم الله. الكبده بقى انا مش هعملها كده، انا هسوي المكرونه لوحدها وبعد كده اسوي الكبده برضو لوحدها واحطها فوق الوش، لان انا مش عايزه الكبده تبقى بصلصه، مش عايزاها تغير لونها. بصوا تملوا اهوت القاع بتاع الطاجن كله. انا صوتي طالع كده يا سيدي ولا مش طالع؟ اعلي شويه اهو. شكله جميل ازاي. والخضار بتاعه برضو كده مش
الصلصه انا عملتها بالثوم بس يا جماعه، واديتها مرقه دجاج وملح وفلفل اسمر وكمون بس. ننزلها تحت كده. ده بقى الصغير نعمله بالكبده. اهي دوت هديله شويه ميه سخنه عشان بس الصلصه خلصت، فهديله شويه ميه سخنه صغيرين. ودولت برضو انتوا لو حاسين شربت برضو عادي ادوها شويه ميه مغليه عادي خالص، مش هيعمل حاجه. بس وبعد كده هقفله بقى فويل واحطه في الفرن. بصوا يا حبايبي احنا غلفناهم اهوت بالفويل، هحطهم بقى في الفرن. انا بسيبها نص ساعه تمام كده، وبعري عليها وبشوف المكرونه بالشوكه استوت الحمد لله، ما استوتش بغطي تاني واسيبها شويه صغيرين. يعني هي يعني ما تأزموش نفسكم بميعاد، شوفوها بالشوكه استوت خلاص، ما استوتش سيبوها تاني شويه صغيرين بتاع 10 دقايق كمان. بس هحطهم بقى في الفرن ونرجع تاني ان شاء الله ما تستوي. هنسوي بقى الكبده دلوقتي يا حبايبي. بصوا انا هنزل بيها بسم الله الرحمن الرحيم مره واحده كده. عليها كل حاجه، الفلفل الاسمر بس كنت عايزه اقلبها عشان ما تتهريش، هتتشوح شويه ولما تخش على سوا هحط عليها الفلفل. تخلوني بديها سنه ملح صغيره، ونزيد الفلفل، الريحه فظيعه. ممكن كده يكون شويه واخد لها حاجه بسيطه خالص وهطفي عليها عشان مش عايزه اطول سوا عليها عشان ما تشدش في الاكل كده. دي كده بتاعت الطاجن اللي احنا ما حطيناش فيه حاجه من تحت. بصوا يا حبايبي انا طلعت الطواجن اهيت، بس طبعا سخنه هسيبها تبرد شويه عشان اعرف اقلبها. بص اهوت لو لقيتوا المكرونه استوت، استنوا هوريكم المكرونه، لو لقيتوها استوت ولسه فيها صلصه سايله شويه عروها، هي بقى هتنشف والمكرونه هتشربها. بصوا مستويه خالص المكرونه جميله، مش محتاجه ولا سلق ولا اي حاجه ان هي تتسلق يعني. هتبرد شويه وبعد كده نقلبها سوا مع بعض. بصوا يا حبايبي خلاص قلبنا المكرونه. بصوا دوت اللي باللحمه المفرومه والسجق
بالكبده. الكبده فظيع فظيع فظيع. طاجن المكرونه بتاع الكبده ما اتقلبش يعني ايه كما يجب، فحلو برضو جميل. بصوا بقى اوريكم ايه المكرونه. ثانية. مستويه جميله، مستويه خالص اهي. ودي برضو هي مستويه، بص المنظر جميله. جربوها وان شاء الله تعجبكم باذن الله. ولو عجبتكم بقى طبعا ادعوا لي دعوه حلوه بعد اذنكم يعني، و... واعملوا لي لايك وشير واشتركوا في القناه، واشوف وشكم على خير، وابقى بالهنا والشفا.